بص يا صديقي، الجهاز اللي انت شايفه قدامك ده 1.5 ميديا. قيس بقى عليه اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، سواء 1.5، 2 وربع، 3 حصان، ايا يكن الجهاز. المهم ان هو الصيانه الدوريه اللي بتتم في الجهاز ايه. لما بنشغل الجهاز بنعلق الفريون علشان نقدر نعرف الفريون اللي فيه قد ايه. والسربنتينه من بره بتبان معايا فيها تراب، فبتحتاج ان هي تتغسل. بعد ما بتتغسل بنبدأ نكشف على الفريون بتاعه. ليه بنعمل الكلام ده؟ علشان لما يجي العميل يسأل الجهاز بتاعه بيبرد 10 دقايق وبعد كده مفيش تبريد، بيبقى أول حاجة الوحدة من بره مليانة تراب. طالما هي مليانة تراب الجهاز مش هيديني تبريد كويس. فأنا لما باجي أغسل الجهاز من بره بتأكد من نوع الفريون اللي مكتوب على الداتا عشان أقدر أعرف الفريون اللي أنا حاج هزوده ده استنى انور هو لك انا معايا ولا أنا الفيديو جايب بقى فريون كده موديل تاني هنا. خالص. وبعدين ببص على الفانة من جوه، السربنتينة والبلاور، عشان اقدر اعرف في تراب ولا لا. وبدي ميه في السربنتينة عشان خاطر الخرطوم اللي بيرمي الصرف بره اتاكد هو شغال ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.